بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. كده هنبدأ بقى مع بعض تجهيزات العيد. عملنا قبل كده بسكويت بجوز الهند، وعملنا الكحك، وعملنا الغريبة. النهاردة هنعمل مع بعض بسكويت بالبرتقال. البسكويت ده يتعمل بالمكنة مش بالقمع، وهقول لك لو انت عايزة تعمليه بالقمع تعملي ايه علشان ينفع معاكي بالقمع. بس بصي وهتشوفي وهو قبل ما يخش الفرن هتلاقيه نفس الحجم، ولا فرش ولا حاجة، والنقشة بتاعته ما راحتش، وما اقولكيش على جماله، وهش وتحفة وجميل، والنقشة بتاعته جميلة. ايه رأيك؟ بس عايزة تعرفي عملته ازاي؟ انا هقولك عملته ازاي، بس قبل ما اقولك انزلي فعلي زر الجرس. لو انت لسه ما اشتركتيش اشتركي وفعلي زر الجرس، ويلا بسرعة عشان اقولك تعمل ازاي. نبدأ بسم الله. انا هعمل 3 كيلو دقيق. 3 كيلو دقيق للبسكويت هياخدوا معايا 4 كوبايات سمنة من مج الشاي ده. يبقى ال3 كيلو هياخدوا معايا 4 كوبايات سمنة. أي نوع سمنة بتحبيه، مش شرط زبدة، مش شرط سمنة بلدي، أي نوع سمنة بتحبيه. البسكويت مش هيفرق معايا في السمنة. لو كحك أو غريبة أو بيتي فور أقول لك يفرق في السمنة. البسكويت مش هيفرق معايا، أي نوع سمنة. يبقى كيلو الدقيق هياخد معايا كوباية وتلت سمنة. أنا علشان عاملة 3 كيلو بسكويت خدت 4 كوبايات سمنة. تمام كده. بقى انا هحط السمنه في التلاجة تمسك شويه، انا مش عايزاها تتجمد بس تمسك نفسها، ما تبقاش سايله كده. وكده ده 3 كيلو دقيق منخولين، دقيق متعدد الاغراض. 3 كيلو هشيل منهم كوبايه الا ربع، وهحط مكانها كوبايه الا ربع نشا. خليكي معايا كده واحده واحده في التركات الصغيره دي. يبقى ال3 كيلو شلت منهم كوباية إلا ربع دقيق، وحطيت مكانها كوباية إلا ربع نشا. يبقى الكيلو هشيل منه ربع كوباية دقيق وأحط مكانها ربع كوباية نشا، وباكو بيكنج باودر على ال3 كيلو. يبقى الكيلو هحط عليه معلقة ممسوحة بيكنج باودر. أنا هحط لك مقادير الكيلو الواحد في صندوق الوصف، وانتي زي ما انتي حابة بقى تضاعفي الكمية زي ما انتي عايزة. نقلب كده كويس. طبعا الدقيق منخول ودقيق متعدد الأغراض أو مخصص للكحك والبسكويت والحلويات. الدقيق اللي تحبيها دي أهم حاجة يكون متعدد الأغراض أو مخصص للحلويات. أدي السمنة اهي جمدت معايا. هنزل عليها بكيلو إلا ربع سكر بودر. سكر بودر، اوعي تحطي سكر خشن، سكر بودر كيلو إلا ربع. يبقى الكيلو هياخد معايا ربع كيلو سكر بودر. أنا عشان عاملة 3 كيلو خد معايا كيلو إلا ربع سكر بودر. كده المقادير المظبوطة قوي اللي تطلع لك أنجح بسكويت هتاكليه. امشي بالمقادير صح هيطلع لك أحلى بسكويت. انا بقى هضرب السمنه مع السكر لما يبقى معايا القوام كريمي كده. لو ما عندكيش مضرب كهرباء اوكي مفيش مشكله، اضربي بمضرب سلك، اضربي بايدك بس خدي فتره اطول شويه. اهم حاجه السكر والسمنه يبقوا زي الكريمه بالطريقه دي كده. انا بقى هنزل كده بالبيض. كيلو الدقيق هياخد معايا 4 بيضات. انا عشان عامله 3 كيلو حاطه 12 بيضه، بس اوعي تحطيهم مره واحده، انزلي ببيضه بيضه الطريقة دي كده. بيضة بيضة تنزلي بيها، تتوهي البيضة تنزلي غيرها، ما تنزليش بيهم مرة واحدة. وانا جايبة فانيليا بالبرتقان علشان انا هعمل البسكويت بتاعي بالبرتقان. لو انت حابة تعمليه سادة هقولك برضو تعمليه ازاي سادة، بس انا هعمله بالبرتقان. طبعا لو انت عايزة تعمليه سادة مش بالبرتقان هتجيبي فانيليا سادة. هنزل زي ما اتفقنا ببيضة بيضة، وكل كام بيضة هنزل بباكو. أنا عشان عاملة 3 كيلو جايبة 3 بواكي فانيليا. لو انت هتعملي كيلو واحد يبقى هياخد معاكي باكو فانيليا و4 بيضات. فانيليا بالبرتقال. ونضرب كده وزي ما اتفقنا ننزل ببيضة بيضة بالطريقة دي كده.
انت لسه ما اشتركتيش في القناة وما فعلتيش زر الجرس وما حطيتيليش اللايك الحلو بتاعك يا قمر ولا الكومنت العسل يا عسل، ما تزعلينيش. يلا بسرعة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو بنزله، وخدي لك لفة كده في القناة هتعجبك على فكرة. زي ما اتفقنا هننزل كده ببيضة بيضة، وكل كام بيضة هننزل بالفانيليا. كده بقى انا هنزل بالبرتقان بتاعي، عصير برتقان معلهوش اي مية، عصير برتقان سادة. هحط 1.5 كوباية عصير برتقان. لو انت عايزاه بسكويت مش بالبرتقان، بسكويت سادة عادي، هتحطي بدل عصير البرتقان هتحطي لبن. تمام؟ تمام. يبقى بدل عصير البرتقان هنحط لبن لو احنا عايزينه سادة. انا عشان عاملاه بالبرتقان حطيت 1.5 كوباية عصير برتقان. يبقى كل كيلو دقيق هياخد معايا نص كوباية عصير برتقان. خليكي معايا كده واحدة واحدة. طيب لو انا يا ماما نانا مش هعمله بالمكنة، انا عايزة اعمله بالقمع، هتحطي للكيلو كوباية كاملة عصير برتقان بقى، مش نص كوباية. ليه؟ عشان تبقى العجينة سايلة معايا اكتر وتنزل من القمع. تمام؟ تمام. انا عشان عاملاه بالمكنة حاطة لكل كيلو نص كوباية عصير برتقان. والدقيق هنزل بيه شوية بشوية، ما تنزليش الدقيق مرة واحدة لأن مش كل دقيق زي التاني، في دقيق بيشرب السوائل ودقيق لأ. كده بقى أنا طبعا كده خلاص مفيش مضرب، مفيش حاجة، قلبت بالمعلقة ودلوقتي أنا بإيدي. وزي ما قلت لكم قبل كده أنا ما بحبش ألبس كلافز، أنا بحب أستعمل إيدي، بطمن لإيدي بصراحة أكتر من الكلافز. في بقى هنا تركة لازم تعرفوها، البسكويت ما بيتعجنش، أنا بس بتوه الدقيق يا جماعة. البسكويت ما يتعجنش، لو عجنتي البسكويت هيطلع معاكي معضم. طب يعني ايه معضم يا ماما نانا؟ يعني ناشف. تبقى انت عامله البسكويت بمقاديره مظبوطه وحلو وكل حاجه، بس ناشف يا ماما نانا. طب ليه؟ عشان عجنتيه، طلعتي العرق اللي فيه. لو انت عجنتيه وطلعتي العرق اللي فيه هيعضم معاكي وينشف. بصي العجينه لينه وجميله ازاي، بصي الجمال بتاعها. هعملها بقى بالمكنة وأوريكي طلعت ازاي. بصي شايفة حجمها قبل ما تستوي، ولاحظي كده حجمها بعد السوا كانت عاملة ازاي، زي ما هي، ولا فرشت ولا النقشة راحت ولا جرالها حاجة. الصاج اللي تخلصيه على الفرن، البسكويت ما يستناش، الصاج اللي يخلص دخليه الفرن على طول على درجة حرارة 160، تلاقيه احمر من تحت، تروحي طافية اللي تحت ومولعة الشواية، يا دوبك بس ياخد لون كده جميل كده من فوق، وتطفي على كده وتطلعيه وما تجيش جنبه غير لما يبرد خالص. ايه رأيك بقى في الجمال ده؟ يستاهل اللايك ولا ما يستاهلش؟ يستاهل تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس ولا ما يستاهلش؟ يستاهل كومنت حلو زيك يا قمر ولا لا؟ بصي نفس الحجم ولا مش نفس الحجم، ولا فرش ولا النقشة بتاعته راحت ولا حاجة، وما اقولكيش على طعمه حكاية، يتحط في الشاي كده يدوب دوبان، وفي نفس الوقت ماسك نفسه، مش همسكه يتكسر معايا. بصي عامل ازاي، شايفة الجمال؟ ايه رأيك في الحلاوة دي؟ يلا بسرعة بقى انزلي اشتركي، وكل سنة وانتم طيبين.